فراري يا شباب قاعدة تسجل براءة اختراع لمحركات الفي 12 الجديدة، محركات 12 سرند الجديدة. البساتين ما هي على شكل دائري، على شكل اوفل، بمعنى انها بيضاوية. الهدف من هذا كلهم انهم يقدروا يقللوا حجم المحرك او طول المحرك، بدل ما يكون طويل يقدروا يقلصوا الحجم. الموضوع هذا سوته هوندا من عام جدتي، عملوه في الان ار 500. وعلى ايامهم، على ايام هذيك المحركات القديمه اللي عملتها في الموتور سايكلز هوندا، ما كان عندهم 3 دي برينتنج. لكن حاليا اللي ساعد فراري انه عندهم 3 دي برينتنج، حيقدروا يقصوا الرنجات وحيقدروا يقصوا البساتين بطريقه اوفل، بمعنى انهم حينجح في الموضوع ده. لكن انا عني وجهه نظري الشخصيه يا شباب، عندي تحفظ على الموضوع هذا، وتحفظ خطير جدا، انه البستم لما يكون دائري عندك مساحه بين جدار السرندل وبين البستم 4 من 1000، 3 من 1000، 2.5 من 1000. لما تكون عندك المساحة هذه، البستم يتمدد بشكل منتظم علشان يعبي المساحة دي، وعلشان الرنجات في الجروف موجودة، تقدر كمان تدور داخل الرنج، داخل الجروفز، والرنجات هذه ما تعمل بايتنج مع بعض. لكن لما يكون عندك البستم على شكل اوفل، معناته التمدد غير متوازن. في هذه الحالة ربما حتواجه مشاكل مستقبلية لما يكون عندك مايلج كثير. لكن أنا عني عملت بحث طويل في الموضوع هذا، أنا أشوف الموضوع عندي تحفظ كبير عليه، ربما حلوا المشاكل دي، لكن أنا ما أشوف الموضوع حيمشيك مثلا الإنجل مسافات هاي مايلج. عموما الموضوع هذا إكزوتيك ويعتبر للسيارات الفارهة.